إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله جل وعلا من علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خيرة الرسل على الإطلاق، خيرته من عباده وأفضل رسله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجعل الله تبارك وتعالى له أنصارا وأعوانا على الهدى، وهم مصابيح الدجى، أئمة الإسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. واختبرنا الله جل وعلا وامتحننا بمتابعتهم، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فهذه الأمة أيها الإخوة ممتحنة باتباع سبيل الأولين، أئمة الإسلام، أعوان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من رضي الله تعالى عنهم ورضي عنهم رسوله. ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو راض عنهم، والله تعالى علق الهدى بمتابعتهم والسير على منوالهم، فقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا يمكن أن يكون للأمة هداية إلا بمتابعتهم والسير على منوالهم في فهم الإسلام وفي فهم الدين. وتوعد الله جل وعلا كل من خالف سبيلهم بالعذاب الأليم، فقال جل وعلا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تحذير شديد ووعيد أكيد. نوله ما تولى ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نوله ما تولى في هذه الدنيا. كل من تولى بدعة أو تولى حزبا أو تولى طريقا غير طريق السلف يقول الله تبارك وتعالى عنه: نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول يعني يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع يعني بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل السلف، سبيل الصحابة رضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا في الأخرى، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم جعل الله جل وعلا من سار على منهجهم من أئمة الهدى جعل الله جل وعلا فيهم خيرا عظيما، جعلهم أنصار الإسلام، أنصار الدين، من يقوم على الصراط المستقيم، من يجدد لهذه الأمة أمرها.
من يحفظ على المسلمين إسلامهم وإيمانهم ودينهم. فالله جل وعلا جعل أئمة السنة وأئمة العلم الذين يسيرون على منوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متبعين للسنة ومقتفين أثر السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهجهم من التابعين وأتباع التابعين الذي يسير على هذا المنهج فإنهم أئمة الهدى أيها الإخوة. ولذلك فإن الله جل وعلا وعلى مر التاريخ جعل هؤلاء الأئمة من يقوم الإعوجاج، من يقوم الإعوجاج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل زمن عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يترسمون الصراط المستقيم ويحافظون عليه ويرفعون عنه الأشواك والمطبات والعوائق التي تعوق السائر إلى الله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم. هم من يضع الأقدام على الصراط المستقيم، هم من يقوم الإعوجاج. يحمل هذا العلم من كل خلف، لأن السلف قد ذهبوا. السلف هم الأجيال الثلاثة الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. ثم يحمل هذا العلم، علم السلف الخلف الذين يسيرون على منوالهم وعلى طريقتهم، فهنالك خلف وهنالك خلف. خلف يسيرون على منهج السلف وهم المعنيون بهذا الحديث وغيره. يحمل هذا العلم وفي رواية هذا الدين من كل خلف، وفي رواية من كل زمن عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قرون الأمة شهدت هذا المنوال، شهدت هذه الطبقة، شهدت هذه النوعيات التي خرجت فحفظت للمسلمين دينهم، وحفظت للمسلمين اعتقادهم ومنهجهم، حفظت للمسلمين السند والمتن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوا على المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل وضاع وضعوه في كتابه المعين، كل ضعيف وضعوه في الكتاب المعين، كل من وهم، كل مختلف وضعوه في مكانه المعين. فتجد الأحاديث النبوية الصحيحة قد ميزت، الأحاديث الضعيفة قد ميزت، الأحاديث الموضوعة قد ميزت. بسبب ماذا أيها المسلمون؟ هذه جهود. فتولى الله جل وعلا حفظ هذا الدين بحفظ مصادره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو جماع الكتاب والسنة. فكما أن الله تعالى حفظ القرآن العظيم من التبديل والتغيير والإضاعة التي حصلت الكتب السابقة من الزبور والتوراة والإنجيل، فإن الله جل وعلا تعهد بحفظ القرآن، وكذلك السنة. ولذلك سميت هذه الأمة أمة من؟ أمة السند بيننا وبين القوم القوائم، كما قال عبد الله مبارك رحمه الله تعالى. جهود جبارة في شتى القرون،
في زمن الإمام أحمد رحمه الله لما قامت فتنة خلق القرآن أقامها أهل البدعة وأهل الزيغ والارتياب، من تأثروا بفلاسفة اليونان والإغريق تأثروا بهؤلاء فنقلوا هذا العهن وهذا العفن إلى أمة الإسلام، وجاءوا بمعتقدات جديدة ما عرفها السلف ولا عرفتها الأمة، فزعموا أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى ما تكلم به، فقامت الفتنة ودارت روحها على من؟ على أئمة الإسلام. من قام لها؟ أئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإخوانه، فمنهم من سجن، ومنهم من مات في الطريق، ومنهم من مات في السجن، ومنهم من قتل. فالإمام أحمد ثبته الله تبارك وتعالى حتى انجلت به الفتنة وخلص المسلمون، والحمد لله المسلمون بمعافاة من هذه البدعة، لأن الله تعالى قد أرصد لها أحمد، كما قالوا إن الله يهيئ لكل بدعة قبيحة علم من أعلام الإسلام يذيبها ويدفعها. وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. محمد بن نصر الخزاعي قتل بسبب هذه البدعة، أرادوه أن يقول أن القرآن مخلوق فامتنع فضربوا عنقه. ومحمد بن نوح مات فيه في طريقه إلى الشام، حمل مع الإمام أحمد فمات في الطريق رحمه الله تعالى. الإمام البويطي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مات في الطريق، مات في السجن. فالله تبارك وتعالى حفظ الأمة الإسلامية من هذه الفتنة وهذه البدعة الشعواء بهؤلاء الأئمة. يقول علي المديني رحمه الله تعالى إن الله تعالى قد ثبت الإسلام مرتين، مرة بالصديق في فتنة المرتدين الأعراب لما ارتدوا، والمرة الثانية بالإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، في فتنة خلق القرآن. وكذلك أيها المسلمون هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا كل من نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو ثقة أم غير ثقة، حافظ أم غير حافظ، ضابط أم غير ضابط. ووضعوا لكل مرتبة من مراتب الجرح والتعديل، وضعوا لكل واحد منهم منزلة من مراتب التعديل، إن كان من أهل التعديل، أو من منازل التجريح إن كان من أهل التجريح. وضعوا لهم قواعد لا يخرج عنها أحد، وحفظوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا السنة رواية وحفظوا السنة دراية. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 300 حديث؟ ها؟ 30,000 حديث؟ 300,000 حديث يحفظ من السنة 300,000 حديث، ومنهم من يحفظ أكثر من ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى يحفظ 200,000 حديث.
200 ألف حديث يحفظ. ومن جهة الدراية أيضا ميزوا الحديث وأصحاب الحديث بماذا أيها المسلمون؟ بالعلم. العلم، الميراث، العلم التركة، علم الوراثة، علم النبوة. فالعلماء وراث الأنبياء، لم يرثوا الدينار والدرهم والعقارات والتجارات والأموال والأراضي، وإنما ورثوا العلم، العلم النافع الذي به تحيا القلوب وتسعد وتنجو بإذن الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق ظاهرين، وفي رواية منصورين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ونحن أيها المسلمون في هذا الزمان ينبغي علينا أن نتبع هؤلاء وأن نسير على منوالهم في طلب العلم النافع، نتقوى بهذا العلم ونأخذ هذا العلم الميراث فتزكو به عقائدنا ومناهجنا، تزكو به عقائدنا ومناهجنا وأخلاقنا، تزكو به أعمالنا وأقوالنا، تزكو به نفوسنا. ينبغي علينا أيها المسلمون أن نسير على خطى هؤلاء فنكون أهل علم ندفع به، نرفع به السنة، نرفع بهذا العلم السنة ونبلغها وندعو إليها وننشرها بالخطابة، بالموعظة، بالدعوة إلى الله، بالكتابة، بالتأليف، في الرد على الخصوم. وكل هذا تحت منهج علمي ينبغي أن نسير عليه. فإذا ألفت، إذا تكلمت، إذا خطبت، إذا وعظت، فإنما تدعو لذلك للحاجة. تخطب لما يتوجب الأمر، وتدعو لما يتوجب الأمر، وتعظ لما يتوجب الأمر، وتنصح لما يتوجب الأمر، وتكتب وتنشر وتؤلف لما يقتضي الأمر، وتكون مستأهلا ذلك، متأهلا، وترد لما يكون يتوجب هذا الأمر. لا ترد عن نفسك وتكتب عن نفسك وتنتصر لنفسك، وإنما تنتصر لله وتنتصر لدين الله وتنتصر لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس يردون من أجل نفوسهم وغضبا لها، هذا ما نافع ولا ناصر دين الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج السلفي المبارك، إنما نافح عن نفسه ودافع عن نفسه. الواجب معاشر المسلمين، الواجب علينا عميق وعظيم اليوم. ينبغي علينا أن نتزود بالعلم النافع وأن نتقوى بالعلم النافع من خلال الدورات العلمية، خلال الدروس، خلال أخذ العلم عند أهله، خلال قراءة في الكتب، من خلال تدوين الفوائد والمراجعة والمناقشة في العلم النافع. وهكذا أيها المسلمون نتقوى بالعلم، تقوى بالعلم. وما يخرج أحد عالما وما ينشأ إنسان عالما رأسا يخرج من بطن أمه، لا، إنما العلم بالتعلم، كما في الحديث: إنما العلم بالتعلم.
فاطلب العلم يا رعاك الله، اطلب العلم لنجاة نفسك، اطلب العلم لنشر السنة، اطلب العلم للدفاع عنها، لأن الدفاع عن السنة لا يتولد بالحماسة ولا يكون بالعواطف، إنما يكون بالعلم النافع، بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابة، قال التابعين، قال أتباع التابعين، قال العلماء. هذا هو العلم معاشر المسلمين. فنحن نحتاج أحوج ما نكون إليه هو العلم، أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب حاجتنا إلى العلم النافع. فالعلم النافع أيها المسلمون كما شبهه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالمطر الذي تنبت به الأرض، فالأرض قطراء، الأرض ميتة إن لم يخالطها هذا العلم، وكذلك القلوب ميتة إن لم يخالطها وتسقى بهذه العلوم، علوم الكتاب والسنة وما تولد منهما من العلوم النافعة. فبالعلم النافع وبالحكمة المتولدة عن هذا العلم ندعو إلى الله جل وعلا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على منوالهم وعلى طريقتهم، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.